بيقولوا ان الحظ دايما بيكون وحش، وده اللي حصل مع وانج. بطل حكايتنا النهارده ان البنت اللي كل عصابات المدينة بتحبها لما بتتسأل في اللعبة بتحب مين بتقول انها بتحبه، ووقتها عصابات المدينة كانت عايزة تقتله، وبيواجهوا للبنت انه مجرد جبان وفاشل وبيقع من الجسر وخلاص هيموت. وقتها بيشوف حاجة منور في المية وبيدخل فيه، ومن الوقت ده بقى قوي جدا وبيمتلك الحاسة السادسة، وانك تقدر تشوف من ورا الحيطة وتشوف عظامك اللي جوه جسدك. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي محمد وتشترك في القناة، ويلا بقى نبدأ. بتبدأ حكايتنا وبنشوف وانغ واصحابه بيلعبوا، والبنت بتخسر وبتقول ان اللعبة صعبة، وبنعرف هي مين، وبيقول وانغ ان دي البنت اللي بحبها، وبالرغم انها بتلعب بسعادة معانا عندها خلفية مرعبة. كل العصابات اللي في المدينة بتحبها، وكمان الطلاب اللي في الثانوية زعيم ثانوي شينجاباي، وكمان الزعيم التاني زعيم جامعة شينجان، دول كانوا بيحوصوها في نفس الوقت. كانت البنت دي بيحبوها الزعيمين، علشان كده كان في حرب بينهم. وبيقول الولد يا شين انا هسألك سؤال بما انك خسرتي، ايه هو الولد اللي بتحبيه؟ وانك تجاوبي بصراحة. بتضحك وبتقوله استناني وانا هجاوبك، وكله بيبقى عايز يعرف اجابتها. بتقول ان الولد اللي حبته هو وانغ، فبينصدموا كلهم وبيبقى وانغ فرحان، وهو طبعا ما يعرفش ايه عواقب الكلام اللي قالته. وطبعا بدأوا يتريقوا ويضحكوا عليه مستحيل وانها اكيد بتمزح، فبترد وبتقول انها مش بتكذب، وان الولد اللي حبته من صغرها هو وانغ. وانغ بيكون مصدوم وفي نفس الوقت فرحان، وبيقول ان شين البنت اللي كله بيحبها اعترفت بيا. المتوتر ومتحمس في نفس الوقت، وبنشوف عواقب كلامها ان العصابة بتكون ماسكاه وهتوقعه من الجسر، وبيقولوا له انت بتقرأ على انك تحب نفس البنت، وبيبدأوا يتريقوا عليه. وبيكون زعيمهم قاعد على الموتوسيكل وبيتصل على البنت، وطبعا بيضحك لها وبيقول لها انا هوريكي بس مباشر، وبيوري لها وانغ وهو بيتضرب وبيكون قلقان عليه، وبيقول لها مين دلوقتي الواد اللي بتحبيه؟ فكري في الامر وقولي. وبيبداوا يصوروه وهما بيضحكوا، وبيتعصب وانغ وبينصدموا، وبيقول لهم يا صحابي انتم زبالة، وبيضربهم وبيقع من فوق الجسر، وهما بيكونوا مصدومين هو ايه اللي حصل؟ انت بتعمل ايه؟ وبيكون واقع تحت المية، وجوه المية بيكون خلاص هيموت وعينه بتتصاب وخلاص سلم امره. بيقول انه ما اتعلمش السباحة، ولكن في اللحظة دي انا مش خايف اني اغرق. في اللحظة دي الحاجة الوحيدة اللي انا بفكر فيها هي شياو وانها بتحبني. ومرة واحدة صوت غريب بيتكلم وبيقول له اعتقد ان العالم سيتغير، وبيكون مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، وبيلاقي مكعب، والمكعب ده بيكون صغير، وعلى الناحية التانية العصابة بتكون خايفة لا يكون مات ويلبسوا الجريمة. وبيقولوا انه وانغ ما بيعرفش يسبح، وبروح لوانغ اللي بيقول انه عارف ان الاكسجين الموجود في رئته مش كافي، ومع كده ان المكعب ده بيخليني في سحر يجذبني اكتر كصوت، بيطلب مني ان اجيبه واحصل عليه، وبيقرب اكتر منه وبيمسكه وبيقول هو ايه ده؟ ومره واحده المكعب بيقع من ايده وبيدخل جواه، وهو بيفتكر انه وقع، وبيحس بسخونه كبيره لما بيدخل جواه، وبيكون مصدوم انه ازاي دخل جواه، وبيقعد ينتقل بالاماكن، مره عند بيت ومره عند الجسر، لغايه ما بيوصل عند المدرسه واللي بيقعد على الديسك وبيفوق وبيقول انا ازاي دخلت هنا. وبنشوف الحارس وبيقول هو ايه ده، وبيلاقي وانغ وبيقول هو انت ليه موجود في الفصل؟ اللي بيقول هو ايه اللي خلاك في الفصل واتقفل عليك؟ هو انت ليه متبل؟ فبيقول وانغ بيقول له ان انا لما كنت بشرب ميه اتكبت الميه عليا، وقبل ما الراجل يكلمه بيمشي وانغ، وبروح لوانغ اللي بيكون مش فاهم حاجه، وبيقول انه فاكر بوضوح ان ازاي المكعب ده دخل في جسمه، ومره واحده بيتنقل وبيكون ده كيان عالمه، وبيقول ان كيان عالمه اسمه هارد ريك، وبيكون مصدوم هو ايه ده؟ هو انا فين؟ هل اختطفني فضائي؟ هل انا فوق تجارب؟ ممكن انا ابقى بهلوس. وبيقول له أردريك سيدي أنت في بعد داخل المكعب، ووانغ بيقول له هو ده الفضاء في المكعب، وبيبدأ يلمسه وبيقول له يا هردريك اسمح لي ان اخرج. فبيقول له اكيد انت تقدر تغادر في اي وقت،
ولكن عليك انك تتعلم. اول حاجة التحكم في قدرات الانتقال. بيقول له هو انت بتقصد ايه؟ فبيرد هارد ريكو بيقول له ان عشان يكون صريح يمكنك حاليا انك تنقل نفسك على بعد 15 متر من المكعب في جميع الاتجاهات، ولكن نظرا للكمية المحدودة من الطاقة اللي يتمتع بها المكعب تقدر ان انت تعمل كده مرتين بس في الدقيقة. ولو انت ما قدرتش تتحكم في مسافة النقل الفضائي فهيكون عليك الامر انك هتموت، لانك هتروح في اتجاه تاني انت مش عايزه. وبينصدم وانغ وبيقول له هو انت عايز تقتلني؟ هو انت مش كيان لا تقهر؟ فبيرد هارد ريكو بيقول له انا مش كيان لا يقهر، انا كيان عالمي. فبيرد وانغ بيقول له ازاي استخدم الانتقال الفضائي بشكل صح؟ فبيرد هارد ريكو بيقول له هو انت لاحظت الحاسة السادسة؟ فبينصدم وبيقول له هو ايه الحاسة السادسة؟ فبيرد هارد ريكو بيقول له لو حاولت انك تدرك كده فمن السهل انك تشوف الحاجات الموجودة حول المكعب. ركز كده في عينك. من الناحية النظرية تقدر ان انت تشوف اي حاجة على بعد 15 متر، ومرة واحدة عينه بتتغير وبتكون لونها اصفر. وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ مستحيل، انا بشوف عظام ايدي، انا مش قادر اصدق اني بشوف عظامي. حتى الاوردة انا اقدر اشوف من خلال الحيطة. الغرفة اللي بعد كده مستحيل، دي قوة جبارة. الكرسي ده مش حقيقي، ده اختلاس نظر. انا شايف قطرات الماء من الصنبور من جوه، شايف الزرار اللي جوه الكنبة، اقدر اشوف غرفة ابويا وامي وهو نايمين، وكمان اقدر اشوف جاري هو بيلعب وبيشوف قطة من بعيد والقطة بتلاحظه. وبيقول له هارد ليك لقد تكيفت مع موجات الاشعاع للعالم ده، الان كل ما عليك اللي انت تعمله هو اختيار الموقع المناسب والانتقال. فبيقول اختيار موقع مناسب مرة واحدة بينتقل، ومن حظ النحس انه بيروح غرفة الفتيات في الطابق السفلي، وبيقول له لازم يخرج. وعشان اقول لك ان المنحوس منحوس، لا ده كمان بتقرب منه جدا وبيكون ورا البتاع، وبيقول له انجز يا هارد ليك، انقلني بسرعة مفيش وقت، هي لو شافتني انا هتنفخ. ومن حظه الكويس بيقول له هارد ليك فاضل 10 ثواني استنى بس، والبنت خلاص بتبصله. ووقتها الحمد لله بيتنقل للبيت بتاعه، وبيقول له انه ترعب وكويس انه انتقل. وبيقول له هارد ليك انه اتعلم بسرعة بسبب الطوارئ، وانه اتعلم دلوقتي ازاي ينتقل الانتقال الفضائي، وان في نوعين من الانتقالات. اول انتقال هو الانتقال الخارجي اللي في العالم، وتاني انتقال هو الانتقال الفضائي اللي يدخل بيه للمكعب، والتاني بيستخدم الاشعاع لتحديد موقع الانتقال والانتقال ليه. ومدة التهدئة حوالي دقيقة، ويقدر انه يعمل انتقال فوري لو عنده صخرة فضائية. فبيقول له وانغ ده معناه ان ده بيعادل قوة عظمى. فبيقول له ايوه. وبيقول له وانغ العالم اللي انا عشت فيه 17 سنة اعتقدت اني اعرف الكتير، ولكن انا في الحقيقة ما فهمتش اي حاجة. انا فعلا حصلت على قوة عظمى. ايه هي الحقيقة في العالم ده؟ هو ايه اللي موجود فيه؟ انا دلوقتي بقيت حاسس ان العالم غريب بالنسبة ليا. هي القوة العظمى ان ابقى بطل ام املك العالم؟ وبيقول لا انا مخي تشوش. وبيقول له هارد ليك هو انت جيت منين؟ فبيرد وبيقول له انا قاعدة بياناته ما تقدرش تجاوب على السؤال ده لانه ما عندهوش معلومات بكده. فبيقول وانغ انا اتوقع كده. وبيقول له هو انت ايه هدفك؟ فبيرد وبيقول له هدفي هو نفس هدفك، هو ان تصبح ملك العالم. فبيرد وانغ وبيقول له انا ما كانش عندي الهدف ده هدف ممل. لما شفتني كان لديك إرادة قوية لتصبح اقوى، مش كده؟ ان لما العصابة قالت له انت بتوجع على رئيسنا انت اكيد هتموت، احنا هنوريك. وبيبدأ يقف وانغ وبيقول له يا هارد ليك قول لي ازاي هتخليني اقوى؟ فبيرد هارد ليك وبيقول له خليني اتحقق من المؤهلات اللي انت بتملكها، وحرفيا القوة بتكون ضعيفة جدا، اقل من 1% في القوة والسرعة. وبيقول له ان البصر 12. فبيقول له اتوقف على اللي بتعمله، انا حصلت على نتيجة 1% لما كنت في المدرسة الثانوية. فبيقول له ان التقييم بيستخدم بيانات الراجل الفيتروفي لجسد بعمر 24. نتائج البصر لا تتتبع اختبار العين الحديث. وبيقول له جملة بتضحك جدا انه واجع كل حاجة ما عدا ذكائه اللي اقرب قليلا من الانسان العادي، يعني اقل ذكاء.
والباقي كله بسم الله ما شاء الله كله ضعيف. سيدي مؤهلاتك سيئة. فبيقول له خلينا نتوقف عن اننا نتكلم في حاجات ملهاش لازمة. هل هنتحدث بجدية عن ملك العالم؟ فبيقول له لو انت عايز تكون ملك العالم والأقوى فيه يجب ان انت تبدأ بجمع الصخور. فبيقول له انت بتقصد الصخور اللي انا اقدر اشوفها في اي مكان؟ فبيقول له ايوه، اقدم حاجات في العالم ده هي الصخور. تقدر ان انت تجيب في العالم ده مليان صخور، وانت تقدر تجيب انواع مختلفة من الصخور لا يمكن التنبؤ به ومن قوته الجبارة اللي انت حرفيا لو امتلكتها هتكون قوي جدا. ولكن بعضهم صعب وبعضه لامع، والبعض لديه في القوة والبعض غامض. وبيقولوا عنه انه اقوى شيء حول المكعب بيسمح ليك بالحصول على قوة الاحجار. وبيقول له عنه ان دي مش حاجة سيئة، وانه دلوقتي هيجرب، وانه دلوقتي في غرفة المعيشة هو يقدر يستخدمها. فبيقول له المكعب هاردريك تحقق بالفعل. منزلك يحتوي على حجر، ولكن جودة الحجر سيئة جدا وملوش فايدة. فبيرد عنه بيقول له ايوه الجودة سيئة، ولكن والدي اشتراه بسعر مرتفع جدا من عمي، اكيد هو تعرض للاحتيال والنصب. وبيرد عليه هاردريك وبيقول له قد يكون معايير طاقة الحجر ما بتأثرش على السعر في السوق. فبيقول له عنه انه امه عندها خاتم ماس وانه غالي جدا هو يقدر يقيسه. فبيقول له هاردريك آسف أنا مش حاسس بأي طاقة في المنزل ده. فبيقول له مستحيل، هو خاتم الألماس صغير جدا. فبيقول له لأ، وإن الحجم ما بيأثرش على القياس، هيكون ليه رد الفعل حتى لو كان الحاجة دي صغيرة جدا، أكيد الحاجة دي مصنوعة من إنسان. وبيقول له هاردريك اللي في حاجة في الحديقة، وبينصدم وانغ وفعلا بيروح الحديقة وبيدور ومش بيلاقي. وبيقول له هاردريك إن مفيش معدن خام يمكن استخدام الطاقة، وإنه أكتر قيمة من معظم الخواتم الماسية أو الأحجار الكريمة. فبيرد هاردريك وبيقول له إن هو ده الأداة الأكثر دقة في العالم لقياس الأشعة الكونية وما بيخطئش أبدا. فبيفرح وانغ وبيبدأ يلبس الجاكيت وبيجهز سلاح علشان يحفر، وفعلا بيتوجه للحديقة وبيقول انه ما كانش بالجنون ده من زمان. وبيسأل مكعب هو ده المكان اللي انت قلت لي عليه؟ فبيقول له ايوه. فبيقول له وانغ ان المكان ده اللي بيتمرن فيه الناس. فبيقول له هاردريك انه لازم يستخدم موجات الاشعه لاستشعارها، وفعلا بيطلع في حجر زي ما قال، وان قطعه من الصخر اللامع. وبيقول وانغ ان بغض النظر عن في حد هنا ولا لا انا هقوم باستخراجها. وبعد تعب بيطلع الحجر وبينتقل للبعد الفضائي للمكعب وجواه. وبيقول له هاردريك ارجع الحجر الى الفضاء المكعب، وانها هتظهر حفرة على الحائط هتاكله تلقائيا ووقتها زي قوتك. وفعلا بتظهر الدايرة، وبيقول له كل اللي انت هتعمله انك تحط الحجر جوه الدايرة دي. وفعلا بيحطها وبتدخل جوه خالص. وبيقول له وانغ هو انا نجحت، انا مش حاسس باي اختلاف، هو حصل اي تغير؟ وفجأة بيحس بشيء اكن في صخور جنب المية وتدفق تيار صغير. فبيقول له هاردريك هي دي هتكون قوتك، تدفق تيار الماء. لا ده اكتر بكتير من تيار، انه فيضان مفاجئ. فبيفرح وانغ وبيقول هذا اسطوري. فبيقول له هاردريك ان درجة الحجر منخفض وهو اقل جوهرة، والفوائد التي تجلبها هي 2 في القوة و1 قوة تحمل. وبيقول له وانغ وهو مصدوم مستحيل 2 بس، ده انا حاسس ان قوتي قوية جدا واقدر اهزم بيها اي حد. فبيرد هاردريك وبيقول له ده عشان قوتك قليلة جدا، واللي ارتفعت 2% ارتفعت ب6 أضعاف، هتحس انك مختلف. فبيقول له وانغ ان هو ده اللي حصل. فبيقول له هاردريك ان النظام بتاعه ما بيضيفش اي حاجة ميكانيكي الى جسدك، وبعبارة اخرى من اجل زيادة قدرتك يجب ان يغير نظام الحمض النووي الخاص بيك زي كثافة العظام وصلابة العضلات وظيفة القلب والرئة الخ. ويمكن للنظام زيادة قوة معركتك بسلاسة لما تيجي القاتل. وبيقول له وانغ قوة المعركة هو ايه ده؟ هو انت بتقصد الالعاب الرياضية؟ فبيقول له هاردريك ان قوة المعركة هي تقييم القدرة التنافسية للكائنات الذكية. فبيقول له وانغ ما تعقدهاش خلينا نجرب. وبيطلع للارض وبيقول له وانغ انه هيستخدم الشجرة دي للاختبار، وفعلا بيجرب ولكن حرفيا ايده بتوجعه، وبيقول له ان دي حاجة مؤلمة. وبيقول له هاردريك ان متانة جسمك ما تقدرش انها تواكب قوتك، يعني انها تكون هي. ووانغ بيمشي وبيقول ان حرفيا اتجمد، وبنشوف الشجرة
اللي وانغ كان فاكر انه ما عملش حاجة وحرفيا بيكون متشقاه من قوة الضربة. وبس كده يبقى خلص الجزء الاول من حكاية وانغ. وسؤال الحلقة هيكون المرة دي صعب لانكم بسم الله ما شاء الله اذكياء وبتجاوبوا صح. وهيبقى السؤال تتوقع ايه هدف وانغ؟ هل انه يصبح اقوى ولا يكون ملك العالم والمقصود بيها اقوى واحد في البشر، ولا انه ينفخ العيال اللي ضربوه واللي بينوه انه جبان؟ وما تنسوش تصلوا على النبي محمد وتشتركوا في القناة. والسلام.